بسم الله. عرف قيمتك جدا، يعني عرف قيمتك ان انت كنت ازاي توأم الروح كده، وان انت الشخص اللي كنت بتحبه وكان فيه اخد وعطا في العلاقة ديت ومشاعر حقيقية. هنا الشخص دوت طاقته كلها ترسيم، عايز يرسم انت الشخص الطيب الحنين اللي كنت بتحبه وتحتويه وتعامله كويس وبتفهمه وبتستحمله. هو بعدك تايه هنا، بعدك هو يعني في طاقة الزيرو، هو هنا في طاقة المغفل، في طاقة الفول. يعني هو كان فين لما ساب علاقة زي كده؟ كان مخه فين؟ كان عقله فين هنا لما معرفش ياخد قرار في علاقة زي كده وبعد؟ او ما مثلا ما عملش خطوة، او عمل مش من هنا، او طنش، او كان خايف يجازف مثلا، كانش عارف قيمة العلاقة ديت. كان فين هو؟ كان عقله فين اما كان رامي الحب ورا ظهره وحاسس ان دي حاجة يعني مش مشكلة يعني، وكان مقوي قلبه؟ او كان فين الشخص ده؟ النهارده مش عارف ينسى العلاقة دي، مش عارف يمشي، جواه صراعات فظيعة هنا، جواه صراعات فظيعة، لان في هنا حب فياض. الشخص دوت عايز يرجع يقدم لك الخير كله، لان انت كنت الخير كله ليه. الشخص ده دلوقتي يعني مش قادر يتخيل ان هو خسرك بسبب ايه وعشان مين وعشان ايه. حاسس بان هو وحيد جدا هنا، هوت حاسس ان هو هنا هوت وحيد. الشخص دوت انت العالم واللي فيه هنا، عايز يتكلم معاك. الشخص دوت عنده كلام كتير، يعني لو ما كانش قال حاجة او كان رحل بدون كلام وبدون وداع وان هو يبرر فيه ايه، النهاردة راجع يقول هو فيه ايه، راجع يتكلم هنا. الشخص دوت ممكن يكون فيه ظروف هنا كانت مأيداه وبعدها عن العلاقة دي، يعني ما كانش عايز يبعد بمزاجه، او كان دايما مقدرك بس ما كانش بيقدم حاجة هنا، لان كان فيه هنا طاقة رفض. هو كان رفضك هنا، هو رفضك ساعتها. الشخص دوت اساسا يعني شايف ان هو ما كانش بيحاول يعمل اي حاجة وما بيقدمش اي حاجة في العلاقة دي، كان دايما عنده طاقة رفض هنا وكسر قلبك. هو عارف ان هو كسر قلبك، وانت كنت عشمان في الارتباط هنا والفرحة وان انتوا تكونوا مع بعض. هو اللي ما كانش بيعمل خطوات هنا، النهاردة جاي يغير كل حاجة، لان قلبه هو كمان اتكسر. اذا كان هو اختار عليك حاجات تانية او حد تاني او مصلحة او اي حاجة، هو دلوقتي قلبه مكسور اصلا على خسارته لعلاقة زي كده. لان بمعنى اصح كده هو مش عارف هو ليه متعلق بيك قوي كده، يعني هو يعني اكتشف ان هو متعلق بيك جدا ومش عارف اعمل معاك كده ليه، مع ان هو يعني شاف بعدك خسائر كتير قوي، وعارف ان هو جه عليك وظلمك كتير وطلعك بره حياته، وانت كنت احسن حد في حياته. الشخص ده اتنمرض على العلاقة ديت، جايز يكون كان فيها هنا هو خلافات او اختلافات. يعني مثلا هنا ممكن يكون في حاجات كانت بتمنع الزواج ده، رغم ان كان في حب كبير وانك انت كنت احسن حاجة، اللي هي الكروت الاولانية خالص. ممكن يكون كان في فرق سن، جنسية، ديانة، فرق هنا هو اجتماعي، فروق اجتماعية هنا هو، او يعني كان في مثلا موضوع قديم، مثلا كنت انت مرتبط او في طلاق او في اولاد، يعني كان في هنا هو اختلافات كانت تمنع العلاقة ديت، مع انها كانت العلاقة دي كاملة من كل حاجة. يعني الشخص دوت ما كانش بيحس بالسعادة والراحة وبيكتمل اللي هو معاك، لكن كان في هنا حاجة مخلية الزواج ده ما ينفعش. ممكن يكون رفض اهل مثلا، لكن هو دلوقتي بالظبط هو كان في رفض هنا. ام دي غالبا كان في رفض هنا قاطع على العلاقة دي بقى لأي اختلافات هنا. يعني كان في رفض من هنا، دلوقتي هيبقى فيها بإذن الله بدايات جديدة وفرحة، لأن فعلا هنا الشخص دوت قدر العلاقة ديت ومش قادر يشوف العلاقة دي متوقفة أكتر من كده، لأن في حب هنا ما شافش زيه بعد كده، خلاص مش شايف الحب بعد كده، مش قادر يعيش من غير الحب والاهتمام والفرحة والراحة اللي هو كان فيها. اكتئب كمان وزعل ان هو كان نرجسي وان هو بوظ العلاقة، النهاردة عاند على العلاقة دي، متمسك وعاند. هنا معناه ان كان فيه فعلا رفض. الشخص دوت دلوقتي بيتمسك وبيعند على العلاقة ديت بعد ما احتار هنا وما كانش عارف يختاره، بعد ما ظلم هنا، بعد ما ظلم الحب والعلاقة ديت وتصرف بطريقة طفولية هنا، كان متلاعب هنا. الشخص دوت دلوقتي اتغير. طب نشوف كده خطواته او ناوي على ايه الشخص ده او بيفكر في ايه. بسم الله. يبطل الطريقة بتاعته اللي هي عيالي ديت، اللي هي مش رجالي، اللي هي مش ناضجة. يعني هو دلوقتي خلاص هياخد قرار صح وهينفذه، خلاص هو في طاقته ان هو ينفذه، مش هيقعد يوعدك بحاجات ويمشي، او يعلقك بيه ويمشي، او يعشمك ويمشي زي ما حصل قبل كده. هيقرر بنفسه، مش هيسيب حد ان هو يقرر له الشخص دوت، يعني مش هيسيب حد تاني يقرر له، مش هيسيب حد ياخد له قرار او يمنعه
ان هو يرجع في العلاقة ديت. خلاص الناس اللي حواليه هيبعدهم، الناس اللي حواليه هم السبب ان هو بعد وما بقاش بيظهر يعني ولا اهتمام ولا حب ولا اي حاجة، واتصرف بطريقة طفولية. الناس اللي محوطة عليه هنا الاهل غالبا، هي اللي رافضة العلاقة دي بالظبط. ناس هنا حواليه، في هنا اهل تمام رافضين الزواج دوت لأي سبب. دي طالعة جدا كذا مرة، يعني الشخص دوت ما كانش عايز يزعلها او ما كانش عايز يعني يضايقها او ما كانش عايز يجي عليها، بس هو بيحب وندمان على خسارة العلاقة ديت. مش عايز خلاص يتجاهل تاني ولا يتغير ولا يبعد، ومش هيختار الطرف الجديد. يعني هنا في تقريبا الاهل هنا عايزين يفرضوا عليه زواج من حد تاني، هو بقى مش هيرضى، يعني خلاص مش عايز يرضى بالطرف الجديد، مش عايز يبقى مخادع هنا ولا يستغل حد ولا يكسر قلب حد. خلاص هو خد قراره دلوقتي بان خلاص العلاقة ديت تستاهل الحرب عليه، ان هو يعمل حرب عشان خاطر يبقى في العلاقة ديت، وان هو يفوز بالعلاقة ديت او بالحب ده. في حب عنده، عايز استقرار هنا، مستني بس الوقت المناسب، يمكن بيحاول يقنعهم، بيحاول يعني يهدي الامور هنا، لان في حب هنا. هو مش عايز يخسر اهله ومش عايز برضو يخسرك، في حب هنا، في مشاعر هنا، هو في طاقة لافرز هنا، طاقة عشاق هنا، توأم روح، مش قادر يبعد الشخص ده، عايز شكل اجتماعي هنا. يا إلا هو عايز شكل اجتماعي هنا عايز يرتبط، يا إلا انت عندك شكل اجتماعي. يعني في هنا كان ارتباط قديم، يعني في هنا حد مطلق او ارمل او عنده اولاد، هو ده غالبا اللي مانع الحكاية دي انها تكمل، ان ما كانش في ظروف تانية. يعني الكارت اللي هو بيدل على ان ممكن يكون في ظروف تانية غير كده، طبعا في اختلافات كتير بتحصل بتخلي الزواج، لا كان في طرف قديم هنا، كان في طرف قديم هنا، كان في زواج او كده، يعني حد مطلق او ارمل. الشخص ده خلاص مستعجل، زهق، خلاص عايز يرجع جري، مش عايز يرجع وبس، لا خلاص هو مستعجل يصلح الدنيا، طاقته كلها اندفاع ناحيتك. خلاص هو مش عايز يخسرك، خايف تضيع من ايده، مش عايز يخسرك، متعلق بيك جدا، ما شافش حد زيك. نهى العلاقة ديت بطريقة مش كويسة عشان يبعد عن المشاكل. يعني واضح ان اهله كانوا عاملين مشاكل، وممكن تكون المشاكل لسه شغالة لحد دلوقتي. يعني اذا كانت العلاقة ديت انتهت فبسبب مشاكل هنا، مش هو عايز يمشي، مش هو قادر يمشي، مش هو مختار يمشي، انما هو دلوقتي بيفكر باسلوب مختلف. عايز هنا استقرار وترسيم، وعايز ان هو يعني يكون في بينكم نصيب بإذن الله. كل طاقته ان هو يعني عايز يطولك، انت بعيد عنه وهو عايز يطولك هنا، وهو خلاص بقى يوضح كده. يعني هو ممكن يكون وضح لأهله كده، وممكن يكون بيوضح لك انت كمان كده. الشخص خلاص بيعلن ان هو عايزك، ان هو مش هيستغنى عنك. الرفض بتاع الأهل هو اللي مانع خطوة جديدة. يعني الشخص دوت عايز يجي جري عليك، بس هنا مستني ان هو يهدي الدنيا مع اهله هنا، بيفكر بعقل جدا. هو بعد تفكيره بالعقل جدا وباللي هو شايفه ده كله، هو عايز برضو يستقر معاك، مش فارق له بقى هيحصل ايه، عايز يشيل المسافات اللي بينكم. ممكن يكون هنا في اختلاف جنسية او ديانة، او اختلاف مثلا انت في بلد تانية او حاجة، ممكن يكون الموضوع فيه سفر هنا، يمكن عشان كده الاهل رافضين، يمكن انت من بلد تانية، يعني في هنا مسافات او يعني في سفر هنا، ممكن ده اللي يكون مخلي الاهل مش عايزين. هو مش عايز يبقى توكسيك في العلاقة دي، مش عايز يبقى توكسيك معاك، خلاص مش عايز يعاملك بطريقة مش كويسة ويبين لك غير المشاعر اللي جواه، ده جرحه قبل ما يجرحك. خلاص هو زعلان ان هو جرحك وجاي عليك وجرحه، الكلام ده مش يعني هو مش قلبه شايل هم، برضه هو كمان زعلان، بيحبك، الشخص ده بيحبك، مش عايز ينهي العلاقة ديت، عايز يرجع يعوضك هنا، يعوضك ويقدرك هنا، ويعني ويصلح اللي هو عمله. ممكن يكون قالك كلام جارح، ممكن يكون جعلك بتصرفات يعني، او قالك مش هينفع، او قالك خلاص مش هقدر ازعل اهلي مني، او نهى العلاقة ديت بطريقة جارحة. لا عايز يصلح الدنيا الشخص ده، لان هو بعدك وهو عارف ان هو بيبعدك وانت ما كنتش عايز تبعد، هو اللي بعدك بالعافية بطريقته وباسلوبه وبكلامه وبجرحه ليك هنا. والعشر سيوف دول اداهم لك، وهو كمان يعني اخد العشر سيوف دول. الشخص ده عايز يصلح العلاقة ديت، وكل طاقته ان هو عايز يغير الوضع دوت، وان هو يصلح في العلاقة ديت قد ما يقدر، لان هو فعلا حاسس بخذلان وخسارة وزعل وندم جدا على اللي هو عمله.
مش ناوي يسيب الأمور كده. الشخص ده في طاقته كلها إن هو عايز يصالحك ويصلح الدنيا ويوفق ما بينكم، أو يعني يراضي أهله ويحاول إن هم يعني يخليهم يوافقوا على العلاقة دي. هو مش عايز يزعلهم بس بيحاول، هو عمال يحاول هنا بقاله فترة ولسه هيحاول، وعايز يعني عايز يحارب على العلاقة ديت. أتمنى لكم السعادة جميعا، وشكرا لحسن المتابعة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.